يا مساء الورد. عشان تعرفوا ان ترامب اللي بيحكم العالم المفروض يعني رئيس امريكا ده لسه حبتين، كل يوم يطلع قرارات ويرجع فيها، يصدر اوامر ويرجع فيها، يطلع ضرائب مش عارفه كام الصين تزود عليه الضرائب يروح هو مزود هبل رسمي يعني. المهم اخر معركه هو بيعملها دلوقتي معركه الشعر، شعر ترامب كان طلع ايام فتره حكم اوباما طلعوا قرارات صارمه جدا بخصوص ترشيد استهلاك المياه. فمن ضمن القانون ده ان الميه بتنزل من الدش نقط صغيره كده، ما تنزلش بتدفع جامد عشان ايه؟ موارد الطاقه والميه والحاجات دي فيقللوها شويه. وجيب ترامب بعد كده في الفترة الرئاسية الأولى بتاعته ما كانش عاجبه الكلام ده، وجي بايدن كمل، لا كان عاجبه سياسة ترشيد الاستهلاك وكمل على كده. المهم بايدن بقى، المهم قصدي ترامب في الولاية بتاعته دلوقتي مش عاجبه الكلام اللي بيحصل ده. عشان خاطر ايه؟ علشان خاطر جمال شعره وحلاوته. فبعدين بيقول انا مش معقول شعري الجميل ده والروتين بتاع شعري وهقعد استنى المية تنزل نقطة 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 كده، اقعد 15 ساعة 15 دقيقة تحت الدش لحد ما المية تنزل لشعري واقعد اغسله. مش معقول كده، لان فعلا المية بتقعد بعد 15 دقيقة نقط كده تبدأ تنزل. ده القانون في امريكا يعني. فراح مطلع قانون جديد وراح قايل للكونجرس لا انا مش موافق على القرار ده، اهم حاجه شعري، انا لازم احافظ على جمال شعري. بجد والله هو بيوصف شعره ان هو شعره بيوتيفول جميل قوي، فهو لازم يحافظ على الروتين بتاعه ويقدر يغسله كويس ويستمتع بالدش وهو بيغسل شعره الجميل ده. فطبعا الكونجرس قال لك لا الا شعر الرئيس، احنا معاك يا رئيس بالروح بالدم نفديك يا شعر ترامب. يا ترى بقى انتوا روتين شعركم ايه؟